اخوي عبود، الرمادي يلي بسوريا هو اخطر من المؤيد. بيقول لك انا لاني مع النظام ولاني مع الثوره، وهذا الشخص يلي ما عنده مبدأ. فهذا انا برايي هذا خطر على الثوره اكثر من المؤيد. المؤيد بتعرفوا هذا عدوك، بس الرمادي على اساس انه هو نحن ما دخلنا وجماعه الله يطفيها بنوره، بس بلحظه بينقلب عليك. فانا بهي الانشوده وصفت فيها هذا الرمادي يلي لا مع هدول ولا مع هدول. اسمع يا الرمادي، لا هي أزمة وتندثر ثورة الكل بلادي، والحق لابد ينتصر. اسمع يا الرمادي، لا هي أزمة وتندثر ثورة الكل بلادي، والحق لابد ينتصر. والله ما نصالح لا نبيع ولا نسامح، والله ما نصالح لا نبيع ولا نسامح. شهيدينا ينادي بركان ثورة وينفجر، شهيدينا ينادي بركان ثورة وينفجر. ثائر لا مطية نشمخ ولو بنحتضر، خلي ايدك بديا بعون الله لا ما ننكسر. ما ننسى أسرانا كم دمي باتشانا، ما ننسى أسرانا كم دمي باتشانا. يا البايع وبادي ثورة عثورة انتظر، يا البايع وبادي ثورة عثورة انتظر. اسمع يا الرمادي، لا هي أزمة وتندثر ثورة الكل بلادي، والحق لابد ينتصر. هي ثورة ما أزمة، يعني غصب عن الراس الرمادي وغصب عن الراس المؤيد وغصب عن الراس البشرية كلها مهما سموها. ناس بتقول لك هي أحداث، ناس بتقول لك هي أزمة، لكن هي ثورة. 12 سنة من التقتيل بلا هوادة من النظام والتهجير فينا والتشريد فينا والاعتقالات. في ناس ترجع بتقول لك انه هي أزمة. لا حبيبي، هي ما أزمة، الأزمة فيك أنت. هي ثورة غصب عنك، ثورة.